بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي معايا في القناة، ان شاء الله تكون اموركم بخير على خير. اليوم غنشارك معكم الحسوة ديال بلبلات الشعير من السما رائعة، كتجي لذيذة بزاف، سهلة سريعة التحضير، ولكن المذاق ديالها مميز. ان شاء الله تجربوها اخواتي وتنال اعجابكم، بالاضافة الى اعشاب غيعطيو واحد اللذة رائعة وغيزيدوا من القيمة الغذائية ديالها. الطريقة ديالها بسيطة بزاف، مقادير ديالها سهلين، ان شاء الله تجربوا اخواتي هذه الطريقة وتنال اعجابكم. بسم الله على بركة الله. غندوزو لطريقة التحضير لانها ما فيهاش مقادير كثيره، يعني غنحتاجو هنا واحد الزلافه ديال بلبلات الشعير. هنا البلبله البلديه غسلتها مزيان من داك النشا ديالها ودرتها في الكوكوط اولا في طنجره الضغط. من بعد غنزيد على الماء غليان طايب بهذا الشكل هذا. هاد المرحله هذه غديروها 2 سوايع اولا 3 قبل ما تبغوا توجدوها للعشاء هكا، اولا ديروها بالليل والغد ليه طيبوها في الصباح الفطور. صافي اخواتي هكا بهذا الشكل غنزيدها الماء طايب هكا حتى كتغطى مزيان بالماء طايب اولا المغليان، وكنحركها هكا وكنخليها. كناخذ هاد المنسمات اللي غنضيف معاها. غنضيف معاها زرعه الكتان، حبه حلاوه، النافع وحب رشاد والصانوج. يمكن لكم تضيفوا الزنجلان، تضيفوا الحلبه على حسب الذوق ديالكم اخواتي. كتغسلوها مزيان مزيان لانها كتكون فيها اتربه بهذا الشكل هذا، وكنزيدوها فوق ديك البلبوله. كما قلت لكم هذه المرحله كنديروها ب2 سوايع اولا 3 قبل ما نوجدوها. بالنسبه لك كنا غنديروها الفطور كنديروا هذه المرحله بالليل، كنا غنديروها في العشاء غنديروا هذه المرحله مع ديك 3 العشيه 4 هكا، وكنخليوها ترتاح باش توجد لينا. من بعد كما كتشوفوا معايا، من بعد ما خليتها في زكات مزيان كنحصل على هذا الشكل هذا، كتكون في زكات وشربت داك الماء ديالها طابت نص طيبه. في هذه المرحله هنا غنضيف لها بصله صغيره مشلضه هكا رقيق بهذا الشكل هذا، وغنضيف لها الملح حسب الذوق، وغنزيد عليها الزيت البلديه، وغنضيف عليها الماء غليان طايب هكا باش كتكون كتساعدنا في ان ما نزيدوش الماء بارد في هذه المرحله. الا ضفنا الماء غليان غيكون ساهل انها كتسرع الطياب ديالها اخواتي هكا بهذا الشكل. كنضيف الماء طايب وكنديرها بعد ما كنحركها مزيان حتى كذوك المكونات كلها كتنسجم صافي. وكنديرها فوق البوطه على عافيه متوسطه، ماشي مهيله بزاف وماشي عاليه بزاف هكا، وكنخليها كطيب. مره كنحركوها هكا، ما كنغفلوش عليها، مره كنحركوها وكنخليها. ملي كتبدا كتغلي هكا بهذا الشكل كتعطي واحد الريحه رائعه بدوك المنسمات ولا بدوك الاعشاب اللي فيها، كيعطيوها واحد الريحه رائعه. كتكون الكوزين هكا فيها ريحه رائعه، وهاد الاعشاب كيجيبوها لذيذه بزاف هكا. كنخليوها كطيب. هنا البلبوله غنخليوها طيب واحد 45 دقيقه. كنعرفوا البلبوله خصها طيب مزيان هكا باش يعني كتكون كتجي لذيذه وكتطلق داك الجلوتين ديالها بهذا الشكل هذا. هنا صافي طابت. غنزيد عليها الحليب. في هذه المرحله يمكن لكم ما تضيفوش الحليب الا بغيتوها تبقى صحيه اكثر. بالنسبه لي انا ضفت الحليب كيجيبها لذيذه بزاف. صافي كنخلط مزيان اولا كنحركها بهذا الشكل فقط. غنخليها فوق البوطه غير كتجيب الغليه فقط كتغلي صافي، ولا كيفيض داك الحليب صافي. وكنطفي البوطه وكنخليها واحد 10 دقائق عاد باش كنقدمها اخواتي هكا. كتكون تشرب وكتلبى مزيان مزيان باش ديك الحليب والبلبوله هكا ديك 10 دقائق كيرتاحوا كيعطيو هاد النتيجه هذه. كما كتشوفوا معايا كتجي هاد الحسوه رائعه. بالنسبه لي انا ما كتعجبنيش الحسوه تكون هكا ثقيله بزاف، انا كنبغيها بهذا القياس هذا، وعلى حسب الذوق ديالكم يمكن لكم تخلوها خاطره اولا ديروها في هذا القوام هذا. صافي كنجيبوا زليف هكا كنسربيوهم فيها على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه اخواتي، لذيذه بزاف، سهله، وجبه متكامله وصحيه. يمكن لكم في هذه المرحله تضيفوا لها الزيت البلديه، تزيدوا لها القزبر حبوب مطحون، تضيفوا لها الخرقوم عرق مطحون على حسب الذوق ديالكم، اولا تسربوها هكا بهذا الشكل هذا. كتجي رائعه لذيذه بزاف منسمه، وكما قلت لكم القيمه الغذائيه ديالها كتكون عاليه. كنرافقوها بالتمر اولا بشريحه باللي متوفر. وهاد الوجبه كتكون لذيذه ديال هاد الوقت هذا البرد، يعني هي كتكون مدفيه للجسم. ان شاء الله تجربوا اخواتي هاد الطريقه البسيطه والسهله بزاف بزاف وتنال اعجابكم. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه تفعلوا الجرس وتابوناو عندي باش يبقى يوصلكم الجديد باذن الله. وما تنساوش اخواتي من جيم. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.